السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم يا حبايبنا في ثالثة ثانوي. بلغني يا شباب إن في طلبة لحد دلوقتي مش عايزة تذاكر، ولا بقى في دماغها ثانوية عامة، ولا في دماغها كلية، ولا في دماغها هدف، ولا في دماغها أي حاجة. أصل بالعقل كده يا دكتورة أذاكر ليه؟ ما أنا ممكن أشتري سماعة 15 برو ماكس ومش هجيب بقى بيها مجموع طب، لأ ده أنا أطلع بيها كمان من أوائل الجمهورية. إيه ده يا دكتور، هو أنت مش بتتفرج على تيك توك ولا إيه؟ مش شفتش الطالب اللي طلع من اوائل الجمهوريه ومدرس العربي ومدرس الاحياء بتوعه بيقولوا عليه ان هو ما كانش يعرف حاجه، والتيك توك قلب عليه الدنيا وكل الناس بتقول عليه طالب سماعه؟ طب ما شفتش المدارس اللي باكملها اللي بتجيب 94% و95% بالغش؟ اديني بقى انا عقلك بقى، اذاكر ليه؟ طب ما انا ممكن اجيب المجموع اللي انا عايزه بالغش او بسماعه. بص يا صاحبي، الهدف من ثانويه عامه مش انك تجيب مجموع عالي، لا، الهدف من ثانويه عامه انك تبقى شخصيه ناجحه، شخصيه بتعرف تجتهد، شخصيه بتعرف تذاكر، شخصيه بتعرف تلتزم، شخصيه بتعرف تقول لا، لا بقى لتضييع الوقت، لا بقى للسوشيال ميديا، لا بقى لاصحاب السوق، بتعرف تقول لا. ففي الاخر بتكون شخصيه ناجحه، شخصيه ملتزمه. الشخصيه دي لو دخلت طب هتنجح، لو دخلت هندسه هتنجح، لو دخلت حقوق هتنجح، لو دخلت معهد الورداني في طنطا هتنجح. فلنفترض يا سيدي ان الشخصيه الناجحه دي جابت 50% في الثانويه العامه، مع ان الكلام ده ما بيحصلش. يعني انت ذاكرت في ثانويه عامه وعملت عليك وجبت 50% ودخلت معهد الورداني في طنطا يا عم، فسي مثلا انت جبت ال 50% دول ودخلت المعهد بتاع الورداني في طنطا، بس انت راجل بتحب البرمجه، فقعدت مثلا سنه تذاكر لغات البرمجه، وبعد 4-5 سنين بقيت راجل بروفيشنال في البرمجه. اقول لك لا انت ما بتحبش برمجه، بحب الماركتنج. فسنه مثلا ذاكرت ماركتنج و4-5 سنين بقيت بروفيشنال في الماركتنج. لا يا دكتور طب انا بحب تصميم، لا يا دكتور طب انا بحب مونتاج. طيب بعد 4-5 سنين هتكون بروفيشنال في المونتاج، او بروفيشنال في البرمجه، او بروفيشنال في التسويق. ليه؟ لان انت شخص عندك مهاره انك بتعرف تذاكر، عندك مهاره انك بتعرف تلتزم. وبعد 4-5 سنين انت فعلا هتكون احسن من 100 واحد دخل طب، لان اصلا بتوع الطب بيبداوا حياتهم هم عندهم 40 سنه، انت راجل بادئ حياتك وراجل بروفيشنال في الشغلانه بتاعتك وانت عندك 24 سنه. فيا شباب بعد اذنكم محتاجين نغير العقليه عشان تبقى شخصيه ناجحه، مش عشان اخش طب. انا مش بذاكر في ثانويه عامه عشان اخش طب، لا انا بذاكر في ثانويه عامه عشان ابقى شخصيه ناجحه. مش مهم انا يا عم مش عايز اخش طب، انا عايز اخش حقوق، مفيش مشكله، جيب 94% وخش حقوق، عشان بعد كده بعد ما تخش الكليه تتعلم تكون محامي ناجح. ليه؟ لان في محاميين كتير، انا ايه اللي هيميزني؟ ان انا اكون محامي ناجح. فجيب 94% وخش حقوق، جيب 94% وخش تجاره، جيب 94% وخش تربيه، تبقى مدرس ناجح، مش تبقى شخص عادي. وعايز اقول لك حاجه يا صاحبي، حتى لو انت شخص معاك سماعه ومعاك اللي يغششك في اللجنه، فانا بقول لك ذاكر واجتهد، عشان حتى يا اخي لما تخش طب او تخش كليه قمه تعرف انك تتعامل في الكليه دي، وتعرف بعد ما تخلص الكليه دي تشتغل بيها. لان انت لو دكتور مش ناجح، سيبك انت نجحت في الكليه مفيش مشكله، بس انت لو دكتور مش شاطر محدش هيجيلك. لو انت مثلا راجل مهندس مش شاطر محدش هيشغلك. فعلى الاقل على الاقل حاول في ثانويه عامه تكون شخصيه ناجحه، مش شخصيه تجيب مجموعه. ولو انت لسه ما بداتش، او لو انت واحد عندك تراكمات، فابدا دلوقتي. افضل وقت للبدء هو دلوقتي. اول ما تشوف الفيديو اقفل الفيديو وابدا دلوقتي. يا دكتور النهارده الجمعه والنهارده الاجازه بتاعه الاسبوعيه بقى، يعني هو انت الاربع 5 6 7 ايام اللي فاتوا كنت قاعد بتذاكر طول النهار؟ ما انت قاعد بتلعب. فانت اقفل الفيديو وذاكر النهارده، مش مشكله، النهارده يوم مختلف، ابدا دلوقتي. ما تقولش هبدا بكره، لا ابدا دلوقتي. افضل وقت للبدء هو دلوقتي، ما تستناش بكره، لان بكره تقريبا ما بيجيش غير ليله الامتحان. فبعد اذنك بعد اذنك حاول على قد ما تقدر انك تبني شخصيه ناجحه في ثانويه عامه، شخصيه بتعرف تلتزم في ثانويه عامه. وسؤال الفيديو بتاعنا النهارده ايه؟ ناوي تبدا ولا لسه في امل في بكره؟ سلام.